عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن الناس اللي عندها بطن، الناس اللي ولدت وعندهم بطن بعد الولاده، الرجاله اللي اتجوزت وفجاه بقى عندهم بطن كبيره، الناس اللي كانت بتتمرن وبطلت تتمرن وبقت مليانه ومش عارفين يعملوا ايه، او الناس اللي وزنها مظبوط تماما لكن في جناب، في بطن مضايقاهم. فالنهارده هنقول الكلام ده. طيب اول حاجه عايزين نقولها هي البطن دي بتطلع ليه؟ اول حاجه ضعف عضلات، تاني حاجة أكل من بره، تالت حاجة اضطرابات في الجهاز الهضمي، رابع حاجة الناس اللي عندها إمساك بشكل مستمر، خامس حاجة الناس اللي بتاكل نشويات بشكل مبالغ فيه وبتاكل بالليل كتير. لا، بالليل كتير دي كانت زمان، لكن بياكلوا نشويات كتير أو بياكلوا أكتر من احتياجهم بشكل عام. يعني ممكن تبقى عامل كيتو دايت أو عامل انترميتنج فاستنج وبرضه عندك بطن إنك بتاخد أكتر من احتياجك اليومي، وده مش طبيعي. بس طيب دي اشهر حاجات لسدة البطن. والناس طبعا اللي بتشرب كحوليات، الناس اللي عندها بعض المشاكل الهرمونيه، الناس اللي عندها هرمون الكورتيزون زياده، الناس دي يبقى عندها سمنه مركزيه بشكل كبير جدا. طيب ازاي بنبدا نعالج الموضوع ده؟ عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه من قوي العضلات، حضرتك او حضرتك يعني احنا الاثنين راجل او ست، وبنشتغل على الدهون بشكل مباشر بكل الوسائل اللي ينفع تقلل من حجم الخلايا الدهنيه ومن عدد الخلايا الدهنيه علشان نقلل من محيط المكان بدون ما نبقى عاملين كوماتد دايت بلان قوي. بنظبط الاكل لكن مش بيبقى كوماتد 100%، ده لو احنا ما عندناش زياده فظيعه في الايه، في الوزن. طيب خليني اقول حاجه كمان. ايه كمان بنقدر نعمله؟ بنقدر نشتغل ببعض التكنيكس اللي بتقلل من 25% ل 35% من محيط المنطقه اللي مضايقانا. طيب ثالث حاجه بنحط جهازين او نحط تو تكنيكس يشتغلوا على شد الجلد. فحد هيطلع يقول لي حالا، يقول لي انا حرق ضعيف وكل ده انا عملته وما جبتش نتائج. طب بالراحه، لو الحرق ضعيف هنعمل ايه؟ هنزود محتوى العضلات وهندي بعض الحاجات العلاجيه اللي تساعد في رفع التمثيل الغذائي عادي جدا. تطلع حد يقول لي ايه، لا 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 انا كله تمام بس انا جسمي بطيء في التصريف. فاقول لحضرتك او اقول لحضرتك برضه هنقدر نعمل ده بان احنا نعمل بعض الاجهزه اللي بتساعد على التصريف اللي بيفوي بشكل سريع جدا. حد بقى يقول لي ايه، بصي انا عملت كل ده وما جبتش نتيجه. طب مش يمكن حضرتك نوع بطنك اصلا ما ينفعش انك تعمل معاه جلسات؟ هو مش معنى ان انت عندك بطن كبيره ان انت ينفع تعمل جلسات. وانا عارفه ان المعلومه دي صادمه لبعض الناس، لا طبعا هي بتختلف جدا جدا. اولا راجل ست، ست متجوزه ومخلفه وخلفت كام مره، راجل ما عندوش اي مشاكل صحيه، راجل عنده مشكله في الكبد، او حد عنده مشكله في الكلى. فخليني اقول لكم مش اي حد هيقول هنخسس البطن يبقى احنا خلاص هنخسس البطن وبطننا هنخس وهيبقى عندنا بقى 6 باكس والدنيا عندنا تحفه. لا، هو احنا لازم نفهم هل احنا فعلا مناسبين ان احنا نعمل الجلسات دي ولا لا، وهل هي انسب حل لحالتنا ولا لا. واهم حاجه، اهم حاجه، هل هنجيب نتيجه كبيره او قليله؟ ده بناء على ايه؟ بمعنى يعني احنا لازم الدكتور اللي هيشتغل معانا نقول ايه، هو احنا هنجيب نتيجه قد ايه في خلال وقت قد ايه؟ لانه طبيعي جدا ده علاج، فالطبيعي ان العلاج يبقى ليه فتره. فمفيش حاجه اسمها ان هنعمل ونشوف او هنجرب الجلسه دي ونشوف الدنيا اخبارها ايه. لا خالص، هو الموضوع ما بيبقاش كده. من داي 1 من اول كونسلتيشن بنشوف احنا هنقدر نجيب نتيجه قد ايه في خلال وقت قد ايه علشان نبقى قادرين نقيس مدى التحسن بتاعنا. يعني نقدر نقول مثلا هنجيب نتيجه بعد شهر، بعد اسبوع، بعد اسبوعين، مفيش مشكله. طيب خليني اقول الجود نيوز ان البطن بتخس بسرعه جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص في علاجها، وهي من اسرع ومن اسهل الاماكن اللي بتخس. ده يعني نعمه من ربنا علينا، لان طبعا السمنه المركزيه بتعمل ضغط وبتعمل سكر وبتعمل مشاكل عند البنات زي مثلا تكيسات المبايض، ممكن تلخبط من الدوره الشهريه او تاثر على الخصوبه عند بعض الولاد اللي لسه ما بلغوش. فطبعا لا، هي من نعمه ربنا بتخس بسرعه. طيب خليني اقول حاجه، هو ممكن اعمل جلسه وما تجيبش نتيجه؟ والله العظيم ممكن. طب ليه؟ عادي جدا، في ناس ما بتستجيبش. طب احنا بنعرف ازاي؟ بنعرف ده في الكونسلتيشن برضه عادي جدا، والدكتور اللي شغال معاك بيبقى عارف ده. طب يا دكتور يعني هو ده تيست؟ يعني لا، هو مش فكره تيست، هو فكره انه بيتعمل لك الان بودي بتاعك وبتشاف كل حاجه وبتشاف الحاله الصحيه بتاعتك او بتاعتك. بنقدر نقول والله ده المفروض ان يبقى الاكسبكتد ريزلت بتاعتك وليكن مثلا 10% خلال ايه، اسبوعين ثلاثه مثلا. فانت تبقى جبت مثلا بعد اول 10 ايام زيرو،
ولا حاجه، فبالتالي انت ما بتستجيبش. ففي الحاله دي بنبدا نقول لا والله احنا مش هينفع نعمل العلاج ده، او ان ده مش هيجيب معانا نتيجه، فنبدا نشوف حل بديل. وعادي جدا لان ده علاج، هو احنا مش بنشتري حاجه معينه، مش تي شيرت عجبنا بنشتريه، لا ده علاج. فبنبدا نشوف الاستجابه حسب الحاجه ونبدا نكمل في البروتوكول بتاعنا ولا لا. احنا على ما بنوصل لانسب بروتوكول بناخد وقت، لان هو علاج. هو الموضوع مش انا حابب اعمل كده فانا بعمل كده، او انا عايز اعمل كده فانا عايز اعمل كده، انا شفت اوفر تحفه على الانترنت فانا بعمله. هو عمره ما كان كده ولا هو هيبقى كده. علشان كده في ناس كتير جدا عندها اكسبيرينس سيئه جدا مع السيشنز، لان هم عملوا حاجات مش ساتبل ليهم، وفي نفس الوقت ما جابوش النتيجه اللي هم عايزينها، لان هم اختاروا حاجه كده. فده ما ينفعش. وبعدين عايز اقول حاجه مهمه جدا في موضوع سمنه البطن وموضوع الجلسات، ان لازم نبقى فاهمين ان اللي بيشتغل الجلسه ده يبقى دكتور فاهم هو بيعمل ايه، ما يبقاش تكنيشن او حد يعني مع كامل احترامي ليهم مش متخصص بيعمل الجلسه. ان خلي بالك، او خلي بالك الدكتور اللي شغال الجلسه بيبقى ليه راي، بيقول يا دكتور والله ده جايب نتيجه او مش جايب نتيجه، او لا ده استجابته كذا، ده مش عارف ايه. دكتور يا جماعه، يعني هو الموضوع ما بيبقاش كده وخلاص. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد. نعم منشن وشير لاصحابنا. باي باي.